خلينا نبدأ الفيديو بطاقة إيجابية. أحب أقول لك يا عزيزي، كل المنتخبات العربية اللي تأهلت قوية وقادرة على تخطي المنتخبات المنافسة. وأخيرا وصلنا إلى مرحلة ما بيها شقة ولا بيها ضحك، مرحلة ربع النهائي، يعني 90 دقيقة بدون راحة نهائيا، وممكن توصل إلى أشواط إضافية أو ركلات الترجيح وحبس أنفاس. وبدون ما أطول عليكم الموضوع أكثر، ندخل بالتوقعات. قبل لايكاتكم ومتابعاتكم الحلوة، وتعالوا نسولف عن المنتخبات شوية. أول مواجهة عندنا المنتخب المغرب والمنتخب الكاميرون، يعني القوة الكاميرونية والتنظيم المغربي. والمواجهة الثانية نيجيريا والجزائر، يعني القوة البدنية والعرضيات الخرافية النيجيرية أمام التكتيك الجزائري. والمواجهة الثالثة يا عزيزي منتخب مصر أمام منتخب كوتيفوار، يعني الخبرة الإفريقية المصرية أمام سرعة كوتيفوار. تعالوا نحكي عن المباراة ونحللها وحدة وحدة. لكن قبل لا نبدي، أحب أقول لك يا عزيزي ألف مبروك لمنتخب السنغال، تأهلها إلى نصف النهائي. ليش محمد؟ منتخب السنغال راح تواجه منتخب مالي وراح تفوز وهي مرتاحة. بعد مباراة السنغال راح تبدأ مباراة المغرب والكاميرون. منتخب الكاميروني ما عنده اسلوب لعب ثابت، بداية المباراة يقدم لك ضغط عالي وحماس، اما بنصف المباراة راح يفقد التركيز مالتهم، وبنهاية المباراة يرجع لهم الحماس والعرضيات والمحاولات الهجومية. المنتخب الكاميروني اهداف عبارة عن اخطاء وكرات ثابتة، يعني لا تكتيك ولا تمريرات بها فكرة مثلا. اما دفاعيا فعندهم اخطاء دفاعية بالجملة، دائما قلوب الدفاع عندهم مساحات، وعندهم لاعب الوسط هو هذا اللي يسوي كل شيء، يقطع الكرات ويبني الهجمة. واغلب لاعبيهم ما يقدمون ادوار دفاعية، متكبرين نوعا ما. لكن عموما المنتخب الكاميروني استغلال الفرص مو طبيعي، يعني اقل خطأ صغير يستغلونه ويجيبون من عنده هدف. ورغم كل هذا انا توقعاتي منتخب المغرب هو اللي راح يفوز. ليش يا محمد رغم كل هذا توقعك منتخب المغرب راح يفوز؟ أحب أقول لك يا عزيزي منتخب المغرب يحب هيك نوع من المنتخبات، حتى يلعبون عليهم على التحولات ويستغلون المساحات اللي بالدفاع. ما يحبون المنتخبات اللي تلعب تكتل دفاعي. فمثل ما قلت لك يا عزيزي المنتخب المغرب هو اللي راح يفوز. المباراة الثانية اللي عندنا منتخب الجزائر مع منتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا منتخب قوي هجوميا، أقوى هجوم بالبطولة، مسجل تقريبا 12 هدف. واقوى اللاعبين عندهم فيكتور اوسيمين ولقمان. لقمان عنده 7 مساهمات، صنع 4 وسجل 3، ولقمان عنده 3 أهداف فقط. مثل ما قلت لك يا عزيزي منتخب نيجيريا منتخب هجومي، يعني راح نشوفه قدام المنتخب الجزائري ضغط واستحواذ، وراح يلعب بمنطقة منتخب الجزائر وراح يحرمهم من الكرة. وسلاحهم المفضل هو العرضيات، لأن عندهم أفضل لاعب بالعالم، تمركزاته داخل 18 رهيبة، عكس منتخب الجزائر ضعيف بالعرضيات. فالمطلوب من منتخب الجزائر يمنحهم أنه يعرضون كرة. هذه الإيجابيات. أما السلبيات لاعبيهم ما يقدمون أدوار دفاعية، الدفاع ضعيف جدا وبسهولة يخترقونه، وضيف عليهم الحارس أيضا ضعيف جدا. المطلوب من المنتخب الجزائري الخروج بالكرة بشكل ممتاز، ويكون عنده طريقة شلون يتخلص من الضغط النيجيري. وأتمنى ما يلعبون الكرات الطويلة لأن لاعبيهم كلهم طوال. أما عن توقعي فمنتخب الجزائر راح يعدي منتخب نيجيريا وراح نشوفه بنصف النهائي. وهسه نجي للمباراة الثالثة، منتخب مصر مع منتخب كوتيفوار. منتخب كوتيفوار منتخب منظم وأسلوب لعبة ثابت، يعني لعب 4 مباريات نفس اللعب، نفس التكتيك، نفس كل شيء، يبني الهجمة من النص. وعندهم لاعب بالجهة اليسرى لاعب ممتاز جدا، بالمباراة اللي فاتت سوى 6 مراوغات ناجحة، ماكو أي لاعب غيره سواها بالبطولة. والأجنحة اللي عندهم كارثة، سريعين بشكل مو طبيعي، ولكن يلعبون بدفاع متقدم وبطيء جدا، وأسلوب لعبه مثل ما قلت لكم منظم، وتمريرات من العمق وكسر خطوط. وراح تكون مواجهة كل صعبة بين منتخب مصر ومنتخب كوتيفوار. فأما عن توقعي بالروح والشجاعة والعزيمة اللي عند منتخب مصر راح يعدون إلى نصف النهائي. هاي كل توقعاتي. أنتم شنو توقعاتكم؟ ويا منتخب شايفينه راح يعدي إلى نصف النهائي؟ بالتوقعات الفاتت كانت كل توقعاته صحيحة ما عدا مباراة منتخب تونس اللي هي ضيعت الفوز بنفسها. وبالنهاية كل التوفيق للمنتخبات العربية،
وإن شاء الله نشوفهم بنصف النهائي.